انا اهم حاجه بقى عايز اوصلها لكل متابعينك. انا هخلي اي حد معاه فلوس هيشيل موبايل، معوش فلوس هيشيل موبايل. اظن بقى انتوا كده مش عايزين حاجه تاني. 2000 جنيه ممكن يشيلك ايفون. بس الايفون اكس ده عامل كام؟ الايفون اكس ده عامل 6500. الجهاز ده ما اتفتحش. 6500. وأي يعني اي حد تبع القناه بتاعتنا استاذ اشرف بيقول لك ايفون اكس ب 6500 جنيه، ده عرض لاي حد فيكم. طب قول لي طرف محمد المكتري. حضرتك جيت طبعا القناه، طبعا هيبقى ليه خصم، بس هتقول لي دي اول حاجه. تاني حاجه عندي مثلا ستارت الاسعار هيبدا من 1500 جنيه في له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم كل إخواتي وحبايبي في القناة. طبعا ناس كتير طلبت مني في الكومنتات، قالت لي يا ريت لو تنزل سراج مول وتجيب لنا الأسعار من هناك. طبعا على طول عملت دوت ونزلت سراج مول وقابلت بعض المحلات وشفت بعض الأسعار اللي موجودة، وهعرض لكم النهارده أسعار الأيفون والأندرويد. وكالعادة طبعا خدنا خصومات من بعض المحلات. يلا بينا نشوف عملنا إيه النهارده مع بعض. يلا بينا. طيب يا شباب، دلوقتي جينا بقى لموضوع الاندرويد، الموبايلات اللي انتوا طلبتوها مني، وهنجيب اسعار بتبدا معاكم من 1500 جنيه ل 2000 جنيه لحد 10000 و15000. كل الاسعار هتلاقيها موجوده. الموبايلات الاندرويد اللي انا وعدتكم بيها. ودلوقتي معانا استاذ مصطفى هيدينا خلفيه بسيطه عن الاسعار اللي موجوده عنده دلوقتي الاجهزه، وبرضه هنسيب لكم الرقم بتاعه لو حد فيكم حابب يتواصل معاه بخصوص اي جهاز، لان احنا مش هينفع نشتغل على الايفون بس، لازم ننزل كل الفئات لاي مشترك عندنا في الشانل. طب يا استاذ مصطفى، يا ريت تقول لنا كده الموبايلات اللي عندك اسعارها، خلفيه سريعه كده بسرعه. ازي حضرتك الاول؟ بص، انا يعني عندي مثلا ستارت الاسعار هيبدا من 1500 جنيه في الهونر ده، في الريدمي 9 ايه ده ب 2200. يعني عنده هنا حاجه ريدمي، يا ريت تقول لنا برضو الحاله بتاعتها. الحاله بص، هو عموما انا اللهم لك الحمد، الاجهزه دي كلها بالكراتين، بالشحن الاوريجينال، بالسماعات الاوريجينال، يعني بالكابلات الاوريجينال. يعني اي موبايل عندي هنا بكرتونه. اي موبايل موجود عنده يا جماعه اندرويد، سواء ب 2000 سواء ب4، كل الموبايلات بالكرتونه بتاعتها. مع العلبه حالتها طبعا كسر الزيرو، مع الشحن الاصلي. لو الموبايل نازل بسماعه يبقى معاه السماعه الاصليه بتاعته. طبعا ما عنديش جهاز مفتوح. حلو. ولو عندي جهاز مفتوح او مغير اي حاجه، طبعا احنا بنصارح الزبون، دي اول حاجه. تاني حاجه لو الجهاز مثلا مفتوح، احنا بنقول للزبون الجهاز مفتوح، ما مغير 1 2 3، والزبون بيرجع له الاختيار بقى، هو ياخد الجهاز او لا، دي حاجه بترجع له. يعني لو اي موبايل عنده مفتوح، قبل ما بتاخده بيقول لك الموبايل مفتوح. لو الموبايل مقفول بيقول لك خده واكشف عليه في اي مكان، وليكوا الحريه كامله انك تقدر تكشف على الموبايل في مكان واثنين وثلاثه. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان في مثلا، انت قلت لنا، قول لنا برضو يعني بعض الموديلات اللي موجوده عندك باسعارها. الموديلات عندي مثلا، انا شايف سي 15. عندي السي 15 ده عامل 3000 جنيه. تمام. جديد ب 4200، ده طبعا استعمال اسبوعين. حلو. الحمد لله الاجهزه كلها كسر الزيرو. انا شايف هنا شاومي طبعا نوت 9 اس، نوت 10 برو، في انفينكس، في الموديلات كلها اللهم لك الحمد. هنا انا شايف يا جماعه الموبايلات بفضل من عند الله، فعلا الموبايلات حالتها كلها واضح جدا ان هي كويسه. بس عشان نفضل نقول لكم اسعار موبايل وقت الفيديو هيكون طويل عليكم، زي ما انتم شايفين المكان برده زحمه. فانا هسيب لكم رقم استاذ مصطفى تقدروا تتواصلوا معاه لو اي حد عايز يعرف اي موبايل معين. لو معاك 2000 جنيه، معاك 1000 جنيه، معاك 5000، حابب تشيل موبايل معين، هو هيقدر يتواصل معاك ويقول لك ايه اللي موجود. وممكن اي موبايل برده بيبعت لك الحاله بتاعته على الواتساب لو انت حبيت. طيب عايزين رقم تليفون المشاهدين يبداوا يتواصلوا معاك بيه؟ مفيش مشكله، يعني اقول الرقم على طول. الرقم مفيش مشكله. ممكن مثلا رقم تكلمنا على رقم الشغل اللي هو 011 17 29 66 36. زي ما انتم شايفين ده رقم استاذ مصطفى. كلموه لو اي حد فيكم معاه اي مبلغ حابب يشيل موبايل، هيتواصل معاك وهيقول لك. لو ما ردش عليك هتلاقي الواتساب بتاعك شغال عادي، مفيش مشكله خالص. هتقدر تكلمه وتقول له انا محتاج موبايل بسعر كذا، هيقول لك الحاجات اللي موجوده، هيقول لك حالتها، هيقول لك كل التفاصيل اللي انت عايزها. استاذ مصطفى هنا حابب يقول لكم حاجه ثانيه. طبعا حضرتك جيت طبعا القناه، طبعا هيبقى ليه خصم، بس هتقول لي دي اول حاجه. تاني حاجه يعني اللهم لك الحمد، انت اي جهاز بتاخده من عندنا بتاخد عليه ضمان استبدال واسترجاع ضد عيوب الصناعه، او لو ظهر معاك مثلا اي مشكله في الجهاز تقدر تستبدله، تقدر ترجعه وتاخد فلوسك كامله من غير ما تخسر اي حاجه. الضمان عندك بيبقى لمده قد ايه؟ شهر. معاك اللهم لك 30 يوم. طبعا بص، هو حمايه المستهلك مسارحه لنا ان احنا نطلع 14 يوم على المستعمل، بس احنا اللهم لك الحمد يعني عشان واثقين في الشغل اللي عندنا بتضل على الجهاز، يعني ضمان 30 يوم، ممكن فيما فوق يعني، فالموضوع بيبقى سهل. خلي بالك 30 يوم على موبايل مستعمل دي مده كبيره جدا، لان معظم المحلات بتدي مثلا 15 يوم، اسبوع. فكون ان هو بيديك شهر فهو فعلا واثق في الاجهزه بتاعته. تعالوا بقى نكمل مع بعض كده ونشوف باقي المحلات اللي هتقابلنا، ناخد برده خلفيه عن الاسعار عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. يلا بينا. طيب يا شباب، والنهارده جينا لتاني محل زي ما احنا شايفين كده مع بعض، ومعانا استاذ محمد هيورينا خلفيه كده بسيطه عن الاسعار اللي موجوده وحالات الاجهزه. وبرده كالعاده لو حد فيكم عايز يتواصل معاه هسيب لكم رقم تليفونه في نهايه اللقاء.
اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا باشا، اتفضل. دلوقتي احنا عايزين بس ناخد خلفيه بسيطه عن بعض الاسعار اللي موجوده عندك، حالات الاجهزه، لو حد مثلا معاه 10000 حابب يشيل موبايل، فكلمنا بس على الاجهزه اللي عندك. بص حضرتك، الاجهزه بتبدا من عندنا من الايت العادي تمام كده 256 ب 5000 جنيه تمام. الايفون ال8 العادي بيبدا من 5000 جنيه، مساحه 256. طيب نكمل. عليه ضمان 15 يوم من المحل، لو في اي حاجه بتبدله وبتاخد فلوسك وقتي وانت واقف، انت يعني ما فيش حد بيتكلم معاك. معاك ضمان 15 يوم، اي موبايل مش شرط ال8 بس، اي موبايل موجود في الباترينا في اي مشكله هتقابلك طبعا، ضد ان انت تكسر الموبايل والكلام ده احنا مالناش دعوه بيه. عيب في الموبايل نفسه، بيسقط شبكه، الموبايل بيفصل منك، كاميرا فصلت، بترجع له بتقدر تسترد فلوسك، مش بتستبدل الموبايل، فده برضو اوبشن يكون مطمئن ليك جدا. يلا قول لنا برضو اسعار ال8 بلس عشان مطلوب معانا. ال8 بلس مثلا 64 جيجا ب 6500 جنيه، عندنا منه 256 جيجا بطاريه 100 ب 8200 جنيه. عندنا اكس اس مثلا تمام كده بيبدا بطاريته من 83% 256 جيجا تمام كده بيعمل حوالي 10000 جنيه. وال 86 منه بيعمل 10200 تمام كده، وفي منه بطاريات 100% بيعمل ده الاكس اس، ده الاكس اس. طيب بقى دلوقتي للناس اللي سالتني على الايفون اكس وحابه تعرف اسعاره، استاذ محمد هيقول لنا الايفون اكس عنده برضو متاح بكام؟ يا باشا الايفون اكس بيبدا من 8500 جنيه ل 9000 جنيه على حسب حالته. جهاز نظيف جدا وما اتفتحش طبعا، كل ووتر بروف مقفول، مفيش حاجه اتفتحت. تمام. زي عندنا الاكس ماكس، وعندنا 11 برو ماكس و12 برو و11 عادي تمام كده. شو حضرتك عايز اسعارهم مثلا يعني اسعار الاكس ماكس بيبدا من 12500 جنيه تمام كده لحد 14000 جنيه على حسب البطاريه، حسب البطاريه والحاله. كده حالات ان شاء الله كلها زيرو، كلها ما فيش ولا سكراتش في الشاشه ولا خربوش ولا اي شيء. تمام. عندنا 11 برو ماكس مثلا 512 بطاريه 96 ب 19000 جنيه. ده ممتاز يا جماعه. ده مساحه 512، بطاريه كام؟ بطاريه 96%. بطاريه 96% 11 برو ماكس. طيب في حاجات مثلا الايفون 11 لو بس نقدر نعرف سعره برضه. 11 مثلا بيبدا عندي من 11500 جنيه، بطاريات 80 تمام كده، ووتر بروف ما تفتحش 128 جيجا، بيوصل سعره لغايه 13500 جنيه بطاريه 100%. اظن 13000 جنيه برضه في الاسعار اللي احنا بنشوفها دلوقتي، انا شايف ده سعر كويس جدا. طب يا استاذ محمد، لو حد حب يتواصل معاك يشوف اي جهاز، يسالك على حاجه مثلا، رقم تليفون. عرض بقى قوي جدا تمام كده، اي حد هيشتري من عندنا جهاز هياخد سكرين او هياخد كفر تمام كده فور فري. ده عرض موجود لكل مشتركين القناه عندنا يا جماعه، اي حد هيجي ليه الكفر بتاعه والسكرينه بتاعته هتبقى متاحه، ودوت لسه كمان لما تيجي استاذ محمد مش هيأثر معاكم في اي حاجه. طب عايزين بقى رقم تواصل لو اي حد حب يتواصل معاكم، رقم التليفون، رقم الموبايل 0100 933 216. في رقم تاني، والرقم الثاني 0 ده 4 وحيد 041 57 67 97. ودي الارقام اللي هتقدر تتواصل بيها مع استاذ محمد. يلا بينا نشوف فرع تاني وبرضه ناخد خلفيه عن الاسعار. يلا بينا. اهلا بك يا استاذ عمرو حبيبي. يا ريت بس تقول لنا كده سريعا حالات الموبايلات اللي عندك، اسعارها هتكون ايه عشان لو حد عجبه اي حاجه. مبدئيا كده انا الحالات اللي عندي يعني يعتبر الزبون مشتريها جديده، حلو، اكنها لسه مفتوحه من الكرتونه، يعني الحالات كلها كسر زيرو، حاجات يعني يعتبر زيرو. ده بتريحنا انا وبتريح الزبون، والحاجات اكنه مشتريها جديده، ما فيهاش خدش، ما فيهاش خربوش. وده طبعا كله يعني بيريح الزبون، بحيث ان هو بيبقى مشتري حاجه دافع فلوس، بيبقى مطمن ان فلوسه محطوطه في حاجه كويسه. يعني من الاخر اي حاله انت عايز تشوفها هتلاقي حالات كويسه، حالات وسط، وده طبعا مقابل الاسعار. برضه هيعرض لك فكره بسيطه كده عن الاسعار وتشوفها، ولو في اي حاجه عجبتك برضه هسيب لك رقم استاذ عمرو زي ما قلت لك، هتقدر تتواصل معاه. طب سريعا كده استاذ عمرو عشان ما ناخرش عليهم، يا ريت تقول لنا كده بعض الاجهزه اللي عندك اسعارها. مثلا بوكو اف 3 مثلا 256 جيجا ورامات 8، ده مستعمل مثلا يعتبر جديد، عامل 8000 جنيه، فهو اصلا في العادي السعر ازيد من كده بكتير، بس احنا طبعا مريحين الدنيا عشان طبعا الجو مريح، فاحنا بنحاول نساهم مع الناس. عندك إيه مثلا حالات بدايه الاندرويد عندك بيبدا من سعر كام؟ يعني بدايه الاندرويد مثلا ممكن جهاز اهو 128 جيجا رامات 8 اوبو اي 93، ده عامل 4500 جنيه، جهاز يعتبر جايبه جديد مع البوكس ومعاه الكرتونه فيها الشاحن بتاعه الاوريجينال. يعني الموبايل 4500 جنيه في ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، اعتقد السعر ده هيكون مناسب بالنسبه لك جدا. انت قلت لي المساحه بتاعته كام؟ 128 جنيه. رام 8 مساحه 128، اعتقد الجهاز ده هيكون فرصه لاي حد فعلا عايز يشتريه. طيب تعالى ندخل بقى كده على الايفون سريعا، لان انت عارف زبون الايفون دايما بيسال على اسعاره. الايفونات بقى دي بقى لعبتي، احنا عندنا الايفونات بقى كل الاسعار، اهم حاجه تروق على الناس بتوعنا، يعني اهم حاجه تديهم عروض. الايفونات بقى يعني عندنا كل الموديلات الايفونات وكل البطاريات وكل الحالات كسر زيرو. تمام. يعني اكنك جايبها جديد طبعا.
حلو. عندي بطاريات 100% وعندي بطاريات 90 وعندي بطاريات 95. طيب حدد لنا مثلا جهاز مثلا من الاجهزه، وليكن مثلا واحد من موبايلات ال11 سعره 11 برو ماكس 256 جيجا بطاريه 100% ب 18000 جنيه. اكنك مشتري زيرو دلوقتي، اتشحن 8 مرات بالعدد. بطاريه كام؟ بطاريه 100%. طيب انا عندي بقى سؤال، في بعض المتابعين عندي بيسالوه بيقول لي ازاي 11 برو ماكس موبايل واقف بقاله اكتر من 3 سنين او سنتين تصنيع، ازاي بطاريته 100%؟ ده الموبايل ده تجميع، فيا ريت ترد عليه. السؤال ده مهم جدا. في برنامج اسمه 3 تولز، انت بتكشف على الجهاز على 3 تولز. اول ما بتوصل الجهاز بيقول لك تاريخ ميلاد الجهاز، صنع امتى واشتغل قد ايه واتشحن كم مره ومتغير فيه حاجه او لا. ده السؤال اللي انتوا كلكم بتسالوا عليه، يعني ازاي موبايل مثلا وليكن اكس اس ماكس نازل من 4 سنين وبطاريته 100%، ده الموبايل تجميع، ده الموبايل فيه مشكله؟ الراجل بيقول لكم في برنامج موثق من شركه ابل 3 تولز، تقدر تدخل عليه وتكشف على الموبايل. اتفضل، تقدر تدخل وتكشف على الموبايل وتعرف الموبايل شحن كم مره، تقدر تعرف البرنامج ما فيهوش اي لعب. طيب اصلا الاجهزه دي مصممه اللي هي تبقى ووتر بروف. انا هنا بقى عندي النهارده ابيع لك اي جهاز قبل ما تدفع فيه جنيه احطه لك في الميه واطلعه لك من غير ما تدفع ولا ده عرض قوي قوي عشان يطمنك ان الجهاز ما اتفتحش، لان الجهاز لو تم عليه الصيانه قبل كده ونزل في الميه اوريدي الجهاز هيسرب معاك على طول، فهو بيطمنك كمان. طيب في بعض الناس بتقول بتسمع دايما، بتسمع يجي مثلا يشتري ايفون يقول لك الجهاز ده ووتر بروف، هم مش فاهمين يعني ايه ووتر بروف اصلا. ووتر بروف معنى كلمه ووتر بروف اللي هو مقاوم للميه، يعني معنى كلمه ووتر بروف اللي هو مقاوم للميه. بس هو الجهاز ووتر بروف فعلا، وفي ناس بتنزل بيه البول عادي يعني. تمام، يعني كده انت بتاخد الموبايل متاكد بنسبه 100% ان الجهاز ما اتفتحش وما غيرش بطاريه. طب ادينا خلفيه كمان بسيطه كمان على بعض الاجهزه، وليكن انا شايف طب ال11 العادي مثلا متوسط سعره 11 عادي ب 12000 جنيه، 128 جيجا بطاريات عاليه تسعينات و88 وفي 95. يعني 128 مش 64؟ لا 128 جيجا ب 12000 جنيه. تمام. طبعا الاسعار دي للناس اللي جايه من على القناه، اي حد هيجي من الاسعار دي محمد المكتري قناتي على اليوتيوب ان شاء الله كل العروض ديت هتكون لكم موجوده ومتاحه. طيب اكيد بقى طبعا مش كل الاجهزه هنتكلم في 12000 وفي 18000 والاسعار العاليه، برده في فئه بتبقى عايزه حاجه في السعر المتوسط في رينج ال 5000 ال 4000 في رينج الاسعار ده. برده معانا بعض الاجهزه هنا، انا شايف هنا في 7 بلس، في ايفون 7، في الحاجات ديت، يا ريت تقول لنا برده خلفيه عن الاسعار بتاعتها. انا اهم حاجه بقى عايز اوصلها لكل متابعينك، انا هخلي اي حد معاه فلوس هيشيل موبايل، معوش فلوس هيشيل موبايل. اظن بقى انتوا كده مش عايزين حاجه تاني. 2000 جنيه ممكن اشيلك ايفون. بس لا انت تقول لنا بقى رقمك عشان الناس بقى تبدا تتواصل معاك. تمام. واي حد عايز يتواصل مع استاذ عمرو موجود في سراج مول الدور الاول. اديهم العنوان تفصيلي برضه عشان لو حب يجوا لك السراج مول مول واحد محل الكينج. رقم تليفونك برضه عشان لو حد حب يتواصل معاك 011 52 500 800. الاسعار دي لمتابعينك بس، زي ما انتم سامعين الاسعار ديت لاي حد متابع لقناتنا على اليوتيوب. يلا بينا نشوف باقي المحلات ونشوف باقي العروض اللي هتبقى معانا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم كل اخواتي ومتابعيني في القناه. النهارده معانا زي ما قلت لكم احنا في سراج مول مع استاذ اشرف زي ما احنا شايفين دلوقتي، هيعرض لنا بعض الاسعار الموبايلات الاندرويد وفي برضه بعض الموبايلات الايفون، هنعرض حالاتها وهنعرض اسعارها وهسيب لكم رقمه برضه في نهايه الفيديو. قول لي بقى يا استاذ اشرف كده، انا شايف مبدئيا معايا جهاز هنا ايه 71، ده سعره كام وحالته ايه؟ ده ايه 70 سعره 4000 جنيه، ايه 71 عامل 6. ده العلب وضمانات برضه بالضمان، مع الكرتونه مع الشحن الاصلي مع السماعه. فيهم اي حاجه غيرت شاشه غيرت فلاتة شحن اي حاجه؟ لا اطلاقا الحمد لله. يبقى احنا كده معانا الايه 70 والايه 71 زي ما شفنا وعرفنا اسعارهم. طيب في هنا واي 9 برضه، لو حد مثلا واي 9 الحاجات ديت يا جماعه اللي هي الفئه الاقتصاديه، لو حد مثلا ظروفه مش افضل حاجه فالموبايلات دي بتكون ممتازه جدا بالنسبه له. يا ريت تقول لنا سعره كام؟ سعره عامل 3000 معاه برضو العلبه والشحن الاصلي، والحاجات دي معظمها يعني هو 90% من الحاجات دي مش مفتوحه عموما يعني. رام الواي 9 64 انترنال. تمام. معاه كرتونه؟ معاه كرتونه كده. يبقى انا شايف موبايل اوبو اللي جنبه ده كام؟ ده اوبو 93، ده ما اتفتحش برضو معاه العلبه ومعاه كل حاجته، عامل 6000 جنيه 128. رام 8 مساحه 128 معاه الكرتونه بتاعته، الجهاز ما اتفتحش. طيب الموبايل الاوبو اللي بعده ده ب 6500 بس برضو معاه العلبه ومعاه ضمانه. إيه ده هو؟ 95. ايه 95. اللي بعده رينو 6 5G. ايوه
ده سعره جديد 13000 جنيه. الجهاز ده بالضمان. خلي بالكم يا جماعه، الرينو 6 ال 5 جي غير الرينو 6 ال 4 جي، فعشان بس ما حدش يفهم السعر يفتكروا ال 4 جي ده بيبقى النسخه الاعلى فسعره بيكون مرتفع اكتر. بياخد اطار الايفون، هم عاملين مقلدين شويه الايفون يعني، حتى في الصف الايفون 12 واخد شكل الايفون 12 شويه العريض يعني. ايوه. التاني ده بيبقى واخد الكيرف زي ال 11، هو برضه الاشكال بتاعت ال 11 وال 12 معروفه يعني. طيب ده برضه معاه العلبه ومعاه كل حاجته، عامل 9500. السامسونج دوت فابريكا، ده برضه ب 18000 جنيه، نوت 20 الترا. خلينا بقى كده خلصنا الاندرويد دلوقتي، ندخل بقى المستخدمين الايفون وقول لنا بقى الاسعار الحلوه اللي عندك هنا يا جماعه. انا شايف ايفون 8 مثلا، يا ريت تقول لنا سعره كام؟ الايفون 8 ده برضه ده مغير بطاريه بس عشان الامانه، ده بطاريته 100. ايوه اتفضل. معاه العلبه، معاه الشاحن، عامل 4500. الايفون اكس ده عامل كام؟ الايفون اكس ده عامل 6500. الجهاز ده ما اتفتحش. 6500 بطاريه 83. خلي بالكم يا جماعه، السعر ده اقل سعر تقريبا النهارده احنا وصلنا يعني الجهاز. حبيبي والله. يعني اي حد تبع القناه بتاعتنا استاذ اشرف بيقول لك ايفون اكس ب 6500 جنيه، ده عرض لاي حد فيكم. طب قول لي طرف محمد المكتري. طب انا عايز اعرف شغال فيس اي دي، شغال كله يا باشا، كله شغال فيس اي دي. علبه برضه اوريجينال مش تجميع. مع العلبه بتاعته يا جماعه. الموبايل ده لقطه جدا، انا عارف. هو سعره في السوق 7.5 و8 بيتكلموا. روح كمان الجهاز ده ما اتفتحش، الجهاز ده فابريكا. هو بس الميد رينج اللي انا شغال عليه معظم الوقت بيبقى للمتوسط السعر يعني. انا شايف سعره يا جماعه الموبايل ده 6500 جنيه. ايفون اكس بطاريه كام؟ 83. بطاريه 83%، مع الكرتونه بتاعته مساحه 64. الموبايل ممتاز، بس لازم تجي له عن طريق القناه الشانل بتاعتنا وتقول له انا تابع محمد المكتري وجاي عن طريق الفيديو بتاع اليوتيوب. شوف لي كده الايفون اكس لو سمحت، قرب لي كده على الايفون اكس بالكاميرا. موبايل ممتاز يا جماعه، فعلا هيبقى فرصه لاي حد فيكم هياخده، واتسالت عليه جدا. الموبايل ده اتسالت عليه كتير. تعالوا بقى نخش بقى في الحاجات التحف بقى هنا بقى، ونيجي بقى للحاجات اللي انتم مستنيينها. تعالى معايا نبدا من هنا. تعالى بقى، تحب نبدا من تحت ولا نبدا من فوق؟ اللي يعجبك. طيب خلينا نبدا من تحت. انا شايف هنا ايفون اكس اس 64 جيجا، بطاريه 81%. ده ما اتفتحش، ده عامل 12000. طيب الايفون 11 ده يا ريت تعرفنا برضه سعره كام؟ ده 128، بطاريه 85. تمام. عامل 13500. والايفون 11 برو 11 برو 512 ده يعني بطاريه 81 برضه دوت، ما اتفتحش قبل كده، مع العلبه والشاحن ب 17 ونص. طيب ال 11 برو ماكس ده انا شايف 256، بطاريه 82%. 19 ونص. ده عامل 19 ونص يا شباب. طيب لنا الاكس ار، انا شايف مساحه 128، بطاريه 81%. الجهاز ده معاه كرتونه ولا فاضي؟ معاه كرتونه برضه، معاه الكرتونه بتاعته. انا شايف معظم الاجهزه ما شاء الله كلها بالكرتونه. ده عامل 10500. اكس ار مساحه 128، بطاريه 81%، عامل 10500 جنيه. طيب لو كملنا كده مع بعض، انا شايف بقى تعالى بقى هنا لل 12 برو ماكس. هنا البطاريه انا شايفها عاليه شويه 87%، مساحه 256. ده عامل 24500. طيب لو جينا لل 13 برو ماكس بقى، النسخه الاكبر منه، قول لنا كده. يعني انا شايف حاجه بطاريه 99%، بطاريه 95، بطاريه 94 وفي حاجه شريحتين 94. طب قول لنا اللي هو الشريحه الواحده بيبدا من سعر كام وبينتهي عند سعر كام باختلاف البطاريات؟ عندي ال 94 وال 95 سعرهم واحد يعتبر، يعني 1%. ده مش بيبقى فرق سعر كبير، بيبقى عامل 34000 وبينتهي عند 100%. ضمان 11 شهر تمام ب 37. بس ده اللي هو الجرين، يعني ده بيبقى لون سبيشال شويه وبيفرق سعر عن الازرق. يعني انت لو لقيت ازرق 256 ممكن تلاقيه ب 35 35 ونص، 36 ده ماكسيمم يعني. طيب احنا كده تقريبا يا شباب خدنا فكره عن بعض الاسعار. استاذ اشرف لسه المفروض في كمان اجهزه هتنزل له غير اللي انت شايفها، مش بس كده. طيب دلوقتي انتوا طبعا اكيد عايزين الرقم بتاع استاذ اشرف، عشان لو حد فيكم حابب يتواصل معاه يا ريت تقول لهم الرقم بتاعك. طيب 04 وحيد 335 3 وحيد. هو رقم سهل اهو. 04 وحيد 335 3 وحيد. شكرا ليك جدا حبيبي. واي حد هيجي للاستاذ اشرف عن طريق الشانل اكيد برضه لسه هيوجب معاه، مش بس الاسعار اللي قالها. ان شاء الله لما تتعاملوا مع استاذ اشرف مش هيكون اول تعامل. حبيبي شكرا ليك يا استاذ اشرف. حبيبي انا اسف.